كم مرة حكمنا على الشخص من مظهره أو من نبرة صوته أو من موقف واحد احنا اتعاملنا معاه فيه وقلنا ان احنا نعرف النوع ده كويس من الناس، لكن في الحقيقة انت متعرفش عنه اي حاجة. واكتر الجروح وجعا هي اللي احنا بنحكم على الناس بحاجة وهو الشخص ده ما يستحقهوش، واحنا بنسبب في اذيته او في مشاكل ليه. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض احنا ليه بنصدر احكام خاطئة على الناس، وليه ان احنا بنقول افكار ملهاش اي دليل من الصحة، وكمان ممكن نتسبب في اذيته ونفسيا، او مثلا ان الناس تبعد عنه. احنا بنحب نحكم على الناس بطريقة بسرعة قوي. ليه؟ لان واحد ان احنا بنحب التفسير السريع، بنحب نعمل قصة في دماغنا، القصة دي بنتوقع فيها السلبيات قبل الايجابيات وبنصدقها. اتنين، لان احنا ما عندناش وقت ان احنا نشوف الشخص من جوه عامل ازاي، وبنحب نحكم على الشخص من الظاهر. ممكن الشخص ده انضف واحد انت عرفته في حياتك. تلاتة، بحكم ان الشخص في مجتمع او في بيئة نشأ فيها، ممكن يبقى لابس لبس مختلف، ممكن يبقى ان هو بيتكلم بطريقة مختلفة، ونحكم عليه ان الشخص ده وحش او الشخص ده كويس وبنصدقها برضه. الانطباع الاول دايما بيكون مش صح. ليه؟ لان علم النفس بيقول ان الانطباع الاول دايما بيكون مضلل، لان انت بتحكم على الشخص في لحظة في مكان وانت ما تعرفش عنه ايه هي ظروفه، ايه هي المشاكل اللي بيمر بيها، هل الشخص ده كويس ولا لا. وساعات ان احنا بنبني علاقات او بنهدمها بناء على فكرة مش حقيقية. ازاي بقى نتجنب الوقوع في الخطأ ده؟ اول حاجة، بدل ما تقول الشخص ده سيء، قول ان الشخص ده تصرفه مش لطيف معاه، ده بيديك الفرصة ان انت تعرفه اكتر. اتنين، اسأل بدل ما تفترض. هو انا اللي عندي المعلومات الكافية عن الشخص ده؟ هو انا اللي فهمته ده صح ولا غلط؟ تالت حاجة، تجنب التحيز. بمعنى ان انت مش شخص عمل معاك في موقف ان انت تحكم على الناس دي كلها ان هو نفس الشخص ده، مع ان ممكن يبقى فيه اختلاف بس احنا مش شايفينه. خد وقتك. المعرفة الحقيقية بالناس بتيجي مع الوقت، مش بتيجي في يوم وليلة. واخيرا نصيحة، ان الاحكام السريعة هي ممكن تدمر قلوب وتدمر علاقات وتبني ما بينك وما بين اي حد جدران محدش يعرف يهدها بعد كده. خلي عقلك واعي وافهم الموقف، وادي كذا مبرر وكذا سبب يخليك تفهم الشخص ده اكتر. واعرف دايما مش كل اللي بيبان هو كل الموجود. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لو عايزين اتكلم عن محتوى مختلف، وتعليقكم ده بيحفزني اني اكمل. باي باي.